عشاق الملكي الاهلاوي، والنهارده يا معلم عايز ابدا معاك بذكرى من حوالي 6 شهور. من 6 شهور يا معلم الكابتن مصطفى يونس اتهم النادي الاهلي وادارته في ذممهم الماليه، والنادي الاهلي كان دايما يعني بيترفع بقى وخلاص وعديها وهو كابتن من كباتن النادي الاهلي التاريخيين. ولكن النادي الاهلي المره دي تحرك ضد مصطفى يونس واخد الاجراءات القانونيه، والكابتن مصطفى يونس حس ان هو هيروح في حديد، فعمل ايه؟ عمل اللي انت هتسمعه دلوقتي ده. الرحمن الرحيم. الى الكابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي الكيان، ولما نما لعلمي ان المعلومات اللي انا قلتها في الفيديوهات والقنوات بخصوص الذمم الماليه للنادي الاهلي ومسؤوليه غير صحيحه ومغلوطه، والان عندي الشجاعه اني اقدم اعتذاري عنها وعما فهم خطا منها. عندك الشجاعه يا كابتن مصطفى ولا عندك الجبن والخوف من السجن؟ لان مفيش حد يطلع يتهم حد في ذمته الماليه من غير ما يكون معاه ورق او مستندات تثبت اللي هو بيقوله، يا اما بقى اي حد يطلع يقول اي حاجه في اي حته. عايز اقول لك بقى ان من حوالي يومين تقريبا الكابتن مصطفى عمل او ظهر فيه بودكاست وقال بقى كلام، انا عايز اقول لك ان هو مش تراجع عن الاعتذار اللي قاله من حوالي 6 شهور. بس انت لما تسمع معايا وهنسمع مع بعض ما تقلقش، كل كلمه قالها مصطفى يونس وهرد لك عليها طبعا. ولكن تاني لما تسمع الحوار ده هتلاقي ان مصطفى يونس بيحاول يمرر كده فكرة ان يا جماعة انا لما طلعت اعتذر من 6 شهور للنادي الاهلي ما اعتذرتش علشان يعني انا ما عنديش دليل ولا علشان انا كنت بهبد او بهرتل، انا اعتذرت علشان، لو عايز تعرف هو قال علشان ايه استنى وانت هتعرف. ولكن دلوقتي يا معلم خليني اخدك بقى ونسمع الحوار بتاع الكابتن مصطفى يونس على البودكاست ونفهم ايه سر العداوة او ايه سر الحقد اللي جواه والكراهية للكابتن محمود الخطيب اللي ابتدت من سنين وسنين طويلة جدا. اسمع معايا. حيدته كابتن الخطيب. قلت له ايه؟ وانا الخطيب ده بالنسبه لي انا يعني مش كلام. خدنا احنا بعضنا احنا الاربعه وطلعنا فوق في النادي الاهلي، انتوا هتعينوا الكابتن الخطيب علينا كابتن علينا؟ استنى يا عم، يعني كابتن مصطفى يا جماعه لما عرف ان كابتن محمود الخطيب هو بيدعي ومعاه 3 تانيين من لعيبه النادي الاهلي اللي هم ليهم الاسبقيه في فكره الكابتنه، راحوا وايه انتوا هتخلوا الخطيب كابتن علينا ولا ايه؟ واضح يا كابتن مصطفى فعلا ان انت بتحب الكابتن الخطيب قوي، وان انت وهو حاجه واحده زي ما انت بتقوله، وان انتوا اخوات وعشره عمر. ما قدرتش تستحمل ان الخطيب هيبقى كابتن عليا انا. طب يا اخي كنت حتى عديها علشان خاطر الكيان. هو انت مش دايما تقول انا بحب الكيان، انا مش بتاع الاشخاص، كيان النادي الاهلي، انا بحب كيان النادي الاهلي. تعمل مشكلة وازمة في الفريق زي ما هنسمع كمان شوية عمل بلاوي علشان خاطر شرط الكابتنة، هتروح للخطيب ومش هتجيلك او مش هتيجي لناس ليهم الاولوية قبل الخطيب ده على حسب كلامه. هو بيحاول يقنعك يعني ان هو ايه القصة دي كلها والفيلم ده كله مش عشان هو يبقى الكابتن، لا والله. وانت بتسمع معايا هتتأكد كويس جدا ان الموضوع ما كانش فكرة الظلم، لا 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 انا ما اقبلش، في غيري احق بالشارة، الموضوع ما كانش كده. اسمع معايا بقى دلوقتي الكابتن مصطفى عمل ايه تاني يوم لما تم تعيين الكابتن محمود الخطيب بشكل رسمي كابتن للنادي الاهلي. لقينا مجلس الاداره بكامل هيئته، سياده الفريق مرتجى الله يرحمه كمال بيه حافظ، كل واحد فيهم يدير دولة، دخلوا علينا الملعب، احنا قاعدين على الارض كلنا وهم كلهم واقفين مجلس الاداره بالكامل. احنا قررنا ان الخطيب هيبقى كابتن الفرقه. انا قمت يا استاذ لطفي، مش ممكن اقول لك دلوقتي انا قلت ايه، مش اعترضت، قلت ادبي عليهم. شو حكيت؟ لا ما ينفعش قلت ادبي، قلت بيني وبينك هقول لك. الله عليك يا كابتن مصطفى، وانت كده عمال تشتم وتقل ادبك على مجلس اداره النادي الاهلي اللي انت بتقول كل واحد فيهم يدير دوله مش نادي. الله عليك يا كابتن مصطفى وعلى طريقه الاعتراض اللي فعلا لا تليق الا بكابتن وقائد. فعلا يا جماعه الكابتن مصطفى هو اللي كان لازم يبقى الكابتن، احنا عايزين كابتن بهذه الاخلاق. كابتن مصطفى انت حرفيا اعترفت على نفسك ان انت لا تصلح اصلا انك تكون قائد او كابتن، وان اي دقيقه او حتى ثانيه كنت فيها كابتن النادي الاهلي كانت غلط، وكان لازم الشاره تتسحب منك اصلا، وانت بالتفكير ده والاسلوب المتدني ده اللي انت بنفسك قلته. الحمد لله يا جماعه، يعني الواحد مش بيبذل مجهود ان هو يرد على الناس دي، هم بيردوا على نفسهم تلقائي. هل الكابتن مصطفى اكتفى بان هو قام وقل ادبه؟ اسمع عمل ايه تاني. سبت الملعب وطلعت حمام، بلعت ودخلت استحمى. جه ورايا كابتن فؤاد شعبان، الله يرحمه،
ده كان مساعد هيدي كوتي. لما شتمهم وقام وقال الفاظهم كده ومشي، دخل وراه مساعد المدير الفني للنادي الاهلي في وقتها هيدي كوتي. اسمع بقى اللي حصل. دخل على كابتن فؤاد مصطفى ماسك القباب، كان زماننا ابقى بقى مش شباشب، وطاخ وابدا خشب، ورحت بالقباب طاخ. انت متخيل يا معلم اللي احنا بنسمعه؟ دخل الاوضه، دخل وراه مساعد المدير الفني بيقول لك مسك القباب وطاخ، وفي الاخر زعلان ان هو ما كانش كابتن. انا ازاي اخلي واحد زي ده كابتن ازاي اصلا كان كابتن قبل كده؟ ازاي؟ الخطيب كلمني، قلت له بص يا محمود، انت دلوقتي بتكلمني بصفتك كابتن النادي الاهلي وانا رافض ده. طبعا ارفض ده يا معلم، ده كابتن النادي الاهلي لازم يكون بيعرف يسب ويقل ادبه ويضرب القباب. كمل. خسرنا الدوري ساعتها. طبيعي. ما رجعتش. لا رجعت. طيب. بس ما كنتش بنزل وراه. مين الكابتن؟ هو. خلي بالك نقطتين. اولا بيقول لك ايه؟ خسرنا الدوري ساعتها. ما انت لازم تخسر الدوري. عندك واحد منفسن وجواه هذا الكم من الحقد والسواد من زميله وعايز تكسب دوري. تاني حاجه بقى اللي هي حته بقى العيال، دخلنا في شغل العيال قوي. يقول لك ما كنتش بنزل وراه. احنا عارفين طبعا ان الفرقتين وهم نازلين الكابتن بيبقى هو اول واحد ورا اللعيبه، فبيقول لك ما كانش بينزل وراه. يعني مثلا يعني الخطيب المفروض وراه مصطفى يونس، لا هو كان بينزل اخر واحد خالص ورا علشان ما يتقالش ان الخطيب كابتن عليا انا بتاع القباب. يبقى كده يا معلم احنا فهمنا وعرفنا اصل الكراهيه والحقد اللي جوه الكابتن مصطفى يونس تجاه محمود الخطيب بدا ازاي وليه ومنين. وبما اني يا كابتن مصطفى عايز اهدي النفوس وعايز اخليك تبقى مرتاح وعايزك ما تبقاش شايل تماما جوه نفسك من الكابتن محمود الخطيب، وعايزك بقى تبطل كلام عن النادي الاهلي وتلقيح عن النادي الاهلي واتهامات للنادي الاهلي، انا عرفت ايه اللي هيريحك. طلبك عندي يا كابتن مصطفى. بص بقى يا معلم، دي ما بتطلعش لاي حد ابدا، شارة الكابتنه بتاعت النادي الاهلي. يلا يا كابتن مصطفى الشارة يا معلم، البسها بقى واخرج بيها وروح بيها البرامج، مثلا اقعد بيها في البيت عادي، اعمل بيها اي حاجه بس ارحمنا. الشارة يا معلم. لا استنى، ما هو لو لبس الشارة هيبقى كابتن عليا. لا انا ما حدش كابتن عليا، انا الكابتن هنا، انا الكابتن والله العظيم اهو، انا الكابتن. هتقول لي خطيب ولا اهو انا الكابتن. الخطيب قال الشارة دي عمرها ما هتتقلع. خسرنا الدوري ساعتها بجول ما جاش. احنا كنا بنلاعب المحله في القاهره وهم كانوا بيلعبوا الاسماعيلي. هو الزمالك. الاسماعيلي بقى الاسماعيلي الزمالك. الله يرحمه كابتن علي الحمولي في الاذاعه كان بيذيع في الماتش. خلي بالك الحته دي حلوه جدا. بيقول لك ايه؟ الاهلي كان بيلاعب المحله والزمالك كان بيلاعب الاسماعيلي. يقول لهم الحقوا الاهلي جاب جون، هو يقول كده يروح الزمالك جاب جون في الاسماعيلي. طبعا يا جماعه الاخوه الزملكاويه هياخدوا الحوار ده كله بتاع كابتن مصطفى ان هو حوار مصدق و100% وحقيقي وكده، وان هو الطرف المظلوم وان النادي الاهلي جاي عليه. واسمع يا اخي كلام الراجل ده، راجل زعلان، ده راجل مقهور، ده راجل مظلوم. لكن الحته دي لا مش هناخدها. عارف ليه؟ لان هو قال لك ايه؟ الاهلي كان كل ما يجيب جون ويتقال في الراجل المذيع يقول الاهلي جاب جون، الزمالك يروح مدخل جون في الاسماعيلي. فلما تسمع جمله كده ده الموضوع من زمان قوي بقى يا جماعه. خلوا بالكم الاهلي جاب جون بسرعه بسرعه يا رجاله. تفويت يا معلم، ده جيل بيسلم جيل يا باشا، عيب عليك. كابتن مصطفى يعني في النص كده برضو خرجت منه حاجه. واتمنى تاني ان الاخوه الزملكاويه اللي هياخدوا هذا الحوار وينشروه على السوشيال ميديا ما يقصوش الحته دي ويحطوها زي ما هي. لا ثانيه واحده، انا هلعب بقى شرط القياده دي ماسكه عليا شويه للامانه. خلي بالك انا اي نعم شلت الشاره، بس انا كابتن، انا كابتن من غير شاره. جايز الكابتن مصطفى يونس احنا ظالمينه مثلا، يعني جايز الراجل مثلا مش طمعان في الكابتنه علشان حاجه مثلا شخصيه او كده، لا جايز هو عايز الشاره مثلا علشان هو راجل قيادي مثلا، هو شايف في نفسه الحكمه والقائد والكابتن، يقدر ان هو يسيطر على اللعيبه ويسيطر على اوضه اللبس. يمكن ده هو السبب الحقيقي ان الكابتن مصطفى يونس كان طمعان في الكابتنه. اسمع معايا كده الحته دي اللي هتبين لك ليه كابتن مصطفى يونس كان وما زال محروق على شاره الكابتنه. اخد كام؟ احنا ما عندناش الكلام ده. انا لحد دلوقتي بيقول اول واحد شال كاس افريقيا مين؟ 1982 مصطفى يونس طبعا. لو كان ساعتها يقولوا ايه؟ الخطيب. يا نهار اسود، بس ده انت فضحت نفسك علني. خدت بالك انت؟ بيقولوا مين اللي شال كاس افريقيا؟ مصطفى يونس مش الخطيب. يعني انت بالنسبه لك الشاره دي مش بقى فكره مسؤوليه وسيطره على لعيبه
وشخص قائد وظلم. لا، انت بالنسبة لك الشارة دي تذكرة علشان توقفك على المنصات وتشيل وترفع الكاس، ويتكتب في التاريخ ان الكابتن مصطفى يونس هو اول واحد شال الكاس، وبلسانه يكمل بعدها ويقول لك مش محمود الخطيب، ده في سواد جوه يا معلم يكفي ليالي وليالي من غير لا قمر ولا نجوم ولا اي حاجة. ايه ده؟ ثانية واحدة، يعني الكابتن مصطفى يلبس شارة الكابتنة ويشيل كاس وانا لا؟ دي الشارة والله لا البس لك الشارة تاني يا عم. لا، طالما بقى الموضوع طلع فيه كؤوس وخش التاريخ، نلبس الشارة تاني ونرفع احنا كمان كؤوس. معلش يعني الكابتن محمود الخطيب ما يرفعش الكاس وانا لا انا اللي ارفع الكاس وانا ابقى الكابتن وانا ابقى كل حاجة جوه النادي الاهلي، بس المهم الخطيب لا. يا ساتر يا كابتن مصطفى، ده انت بتحبه قوي. خلينا بس يا جماعة نسمع الحتة اللي جاية دي، لان الكابتن مصطفى يونس عنده توضيح مهم للجماهير. وانا قلت الكلام ده في التلفزيون ما بكسبش منه. الخطيب صالح سليم الثاني. انا بتكلم في الكوره، خلي بالك، بتكلم في الكوره مش في الاداره. وصلت؟ يعني من الاخر بيقول له ايه؟ الخطيب على مستوى الكوره الحرفنه واللعب وكده ممتاز وعالمي وايقونه، لكن على مستوى الاداره فاضي. طب يا كابتن مصطفى، انا عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب اللي انت بتقول عليه ان هو على مستوى الكوره ايقونه ولكن على مستوى الاداره ما عندوش. كسب دوري ابطال افريقيا 2020 و2021 و2023 و2024، ده غير بقى برونزيات كاس العالم للانديه، 2 برونزيه لكاس عالم للانديه، ده غير الدوريات، ده غير بقى الحاجات اللي احنا ايه كجمهور نادي اهلي يعني ما بنحبش ان احنا نتكلم عنها زي السوبر والكاس والحاجات دي يعني. فيا كابتن مصطفى، من الارقام دي واضح فعلا ان انت فاهم وعندك وجهة نظر مبنية على المنطق وعلى الفهم وعلى العلم، مش مبنية على الحقد والكراهية اللي جواك تجاه الكابتن محمود الخطيب. والسبب، طب هل الكابتن مصطفى يونس اكتفى بهذا الكلام ولا لسه عنده حاجات عايز يقولها؟ عندنا كان واحد في اوضه اللبس اسمه حنبله ده لو مسك النادي الاهلي كرئيس او كمدرب هياخد بطولات وهنكسب وكل حاجه. يعني احنا عندنا مدربين بدون ذكر اسماء محدش يزعل مني خدوا دوري وهم ما بيعرفوش يفكوا الخط في التدريب عشان بيدرب النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، الجمله الاخيره دي تحديدا بتثبت لك ان الراجل ده ميح، لان احنا لسه خارجين من موسم الاهلي كان عنده احسن لعيبه وصفقات والحوارات والحاجات دي كلها وما كسبش الدوري. حنبله ما عرفش يكسب النادي الاهلي الدوري يا كابتن مصطفى الموسم اللي فات. عادي، خلوا بالكم بس علشان ايه محدش يمسكها عليا، انا مش ناسي دور الكابتن اوسكار رويس طبعا والكابتن وفا ومحمد الغازي ومحمد معروف. لا، انا عارف دور الناس دي كويس جدا. انا بتكلم على ان النادي الاهلي في بعض المباريات بعيدا عن الناس دي ما عرفش يكسبها بسبب سوء الاداره الفنيه. يعني يا كابتن مصطفى مش اي حد هيقود النادي الاهلي هينجح معاه. واسمع بقى المثال ده يا كابتن مصطفى يا بتاع حنبله. النادي الاهلي يا جماعه من سنه 2000 ل 2004 عارفين مين كان رئيسه؟ انا اقول لك، اول سنتين كان الكابتن صالح سليم. الاهلي ما كسبش الدوري في السنتين دول عادي. كابتن حنبله سامعني؟ طب تاني سنتين حسن حمدي كسب الدوري؟ لا. اخبارك ايه يا كابتن حنبله؟ كويس. انا جبت لك امثله في الاداره، صالح سليم وحسن حمدي. طيب المدربين، اقول لك على لسته من اسماء المدربين اللي جم النادي الاهلي، وايه بقى مش مدربين اي كلام ولا من تحت بير السلم، لا ده مدربين بسيفيهات تقيله جدا. فاكر اوليفييرا يا كابتن مصطفى؟ هذا الرجل اللي مسك النادي الاهلي في واحده من اسوأ الفترات اللي انا شفتها للنادي الاهلي في حياتي. عمل ايه اوليفييرا؟ نجح؟ ما نجحش. ليه؟ مش حنبله بينجح؟ فاكر بون فرير يا كابتن مصطفى؟ نجح؟ لا. ليه؟ علشان ما عندناش حنبله بينجح. الزغلول الكبير مارتن يول نجح مع النادي الاهلي؟ لا. مارتن يول مين؟ اللي كان ماسك توتنهام. جاريدو نجح مع النادي الاهلي يا كابتن حنبله؟ ما نجحش برضه. عجيبه يا اخي، انا في واحد مأكد لي ان اي حنبله هيجي يمسك هينجح. دي شرط الكابتنه يا كابتن مصطفى عملت فيك عمايل وطلعت منك حاجات، ده انا بيني وبينكم يعني بدات اخاف على نفسي. لا يا عم، الشاره دي انا مش قدها. شيل يا عم الشاره وحطها على جنب علشان الواحد برضه ايه ما يتغرش بقى في نفسه والحاجات دي. كابتن مصطفى، عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ يعني معقول تكون انت حاقد لهالدرجه؟ حاقد؟ طب مش عاوز يعني بالله يا راجل هيك وصلت لي كابتن. بالله. انا حاقد؟
أعوذ بالله. عايز بقى يا معلم اثبات على ان الكابتن مصطفى يونس مش حاقد تماما على محمود الخطيب؟ اسمع الحته اللي جايه دي، اللي والله دقيقه تقريبا بعد ما قال انا حاقد راح قايل الجمله دي. وتحاربني في اكل عيش انت وحسن حمدي. شو عمل؟ اي مكان بخش فيه مصطفى يونس لا انا انا احق منه في النادي الاهلي، انا اشتغل في النادي الاهلي. يعني ايه اي مكان اروح اشتغل فيه مصطفى يونس لا؟ انت بتتكلم على كل حاجه ولا بتتكلم على النادي الاهلي؟ وضح كلامك. طيب لو بتتكلم عن النادي الاهلي، انا بالنسبه لي شايفه وضع طبيعي جدا. انت راجل عمال بتشتم وتتهم النادي الاهلي اتهامات جزافا دون اي مستندات او ادله، مش بس من 6 شهور ولا مش من 5 سنين ولا مش من 15 سنه، ده من اكتر من كده بكتير. اقنعني يعني ازاي عايز الراجل يقول لك تعالى يا كابتن مصطفى اشتغل جوه النادي الاهلي وانت تطلع تقول النادي الاهلي اكبر مفسده رياضيه في مصر؟ تصريح قديم قوي. وطبعا مش ناسيين لما طلع قال لك ان الاختبارات في النادي الاهلي بتحصل ازاي، فاكرين كلنا طبعا. فيا كابتن مصطفى واحد عمال بيتهمني اتهامات، يعني عارف انت لو بتنتقده، يعني مثلا بتقول الكابتن محمود الخطيب لا هو مش عارف يجيب مدير فني كويس للنادي الاهلي، لا الصفقات اللعيبه اللي بتيجي لا عندها مشاكل معينه مثلا، هقول لك حقك تنتقد 100%. لكن انت يا باشا بتتهمه اتهامات في ذمته الماليه، ومش هو بس، ده هو واداره الاهلي او ادارات الاهلي بقى لو هنتكلم كمان على حسن حمدي وعلى المنظومه كلها. ده الافتراض الاول، ان انت مش عارف تشتغل جوه النادي الاهلي عشان الخطيب وحسن حمدي بيمنعوه. طيب بره النادي الاهلي، ما انت اشتغلت بره النادي الاهلي، احنا هنمثل على بعض. ما انت اشتغلت ولفيت على كل القنوات تقريبا واشتغلت فيها، واشتغلت في قناه الزمالك يا مؤمن، قناه الزمالك. وعلى فكره يعني علشان انت ايه برضو عايش في الدور قوي ويقول لك اصل محمود الخطيب وحسن حمدي بيمنعوني ان انا اشتغل. لو خدنا يعني على الافتراض الاولاني بتاع جوه النادي الاهلي، هو اللي انت اشتغلت معاه في نادي الزمالك، اللي كان رئيس نادي الزمالك ساعتها المستشار مرتضى منصور، كان بيعمل ايه مع الناس اللي مختلف معاهم؟ كان بيقول لهم يا اهلا بيكم في النادي، عندنا النهارده اوفر فطار غدا عشاء زائد مشاهده نهائي كاس الكونفدراليه للزمالك مجانا مثلا. نائب الرئيس تم انتخاب نائب رئيس لنادي الزمالك، النائب ده معرفش يخش النادي، وانت اشتغلت مع نفس الراجل اللي هو رئيس النادي ده، اللي هو منع نائب رئيس النادي ان هو يخش النادي، وطلع بتقول لا اصل الكابتن محمود الخطيب وحسن حمدي منعوني ان انا انت معاييرك دي استك ولا ايه حكايتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كمل بقى عشان الحته اللي جايه دي انا بالنسبه لي حته صعبه جدا، وده مستوى احنا عمالين بننزل في المستوى، بننزل لغايه لما وصلنا لاوطى حته. زي ما اتقال لي مصطفى في الفتره خليني اسكت، انت هتدخلني في سكه ليه؟ لان انا بطلت اتكلم في الحته دي خلاص. الحته دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاتهامات في الذمم الماليه والفساد والحاجات دي. اسمع ماشي، بس انت لازم تدافع عن وجهه نظرك. لا انا يعني وجهه نظري الناس كلها بتدافع عنها دلوقتي. من مين؟ خلي بالك، قال لك وجهه نظري الناس كلها بتدافع عنها دلوقتي. وجهه نظري دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاتهامات في الذمم الماليه اللي حصلت من 6 شهور، واللي هو طلع بعدها وسمعتك في اول الفيديو يعتذر ويقول ان الكلام ده مش صحيح، مش عن شجاعه، عن خوف من القضبان، ولكن رجع تاني بيقولها برضو، بس بيقولها بطريقه غير مباشره. بيقول لك الناس كلها دلوقتي بتدافع عن وجهه نظري. يعني ايه؟ يعني انا كان عندي حق لما من 6 شهور او 7 شهور اتهمت الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي في ذممهم الماليه والفساد. مش خايف، انا وعدت ناس معينه ان انا مش هتكلم في الموضوع دي. مين هم؟ لا ناس معينه في البلد من غير اسماء، مسؤولينك بقى من غير اسماء. انا وعدت ناس معينه في البلد، قرايب مهمين. ما هو الكلام ده ملوش الا معنى واحد بس، مسؤولين كبار في البلد قالوا لك يا كابتن مصطفى ما تفتحش بقك على مجلس اداره النادي الاهلي وتتكلم عن فساد او عن ذمم ماليه ابدا. انت قصدك ان المسؤولين دول بيدافعوا عن فساد النادي الاهلي؟ ما هو ده تفسير كلامك الوحيد. طبعا يا جماعه يعني انا عايز اقول لك ان الكلام ده كله بلح يعني بايت وبايظ كمان. ليه بقى؟ انا دلوقتي اهو ممكن اطلع اقول لك ايه، انا في ناس مهمين كلموني وقالوا لي ما تتكلمش عن جاليليو، انا في ناس مهمين كلموني وقالوا لي اوعى تفتح بقك على فرح علي، انا في ناس مهمين كلموني وقالوا لي ابوس ايدك سيبك من مها صبري، البنت جالها حاله نفسيه منك. هتقول لي مين دول؟ هقول لك لا مش هقول اسماء. عارف ليه مش هقول اسماء؟ لان مفيش ناس اصلا. يا كابتن مصطفى الحركه اللي انت بتعملها دي حركه قديمه
جدا. النهارده المبني للمجهول مع الكابتن مصطفى يونس كتير قوي، وبعد ما سمعنا الحته الاخيره دي من الكابتن مصطفى يونس اقدر اقول لك وانا ضميري مرتاح 100% ان اداره النادي الاهلي عملت كارثه واخطات وتنازلت عن حق النادي الاهلي وحق جماهير النادي الاهلي لما تنازلت في الشكوى اللي عملتها ضد الكابتن مصطفى يونس من 6 شهور. مباراة الاهلي والزمالك لما جبتوا حكام من لا السعوديه. دي قريب اشرف دكتور اشرف اللي جابه وانسحبنا، اتخصم 6 بونت زي الزمالك. ليه ما انسخ؟ الاهلي بيستعمل قوه جمهوره لصالحه. طب الراجل ده يعني في هذا السن الواحد يتعامل معاه ازاي؟ اصل المشكلة ان الموضوع ده انا رديت عنه مرة و2 و10 و100 و1000 وغيري وكل الناس ردت عليه، لكن انت ما زلت عمال بتعيد في نفس الكلام اللي الناس التانية اللي تبع نادي الزمالك بيقولوا برضو من غير لا فهم ولا اي حاجة. ال6 نقط ليه ما اتخصموش من الاهلي زي ما اتخصموا من الزمالك؟ عشان يا كابتن تعالى عشان يا كابتن مصطفى اللائحة اتغيرت، اللائحة اتغيرت، اللائحة اتغيرت. الزمالك انسحب في موسم غير الموسم اللي الاهلي انسحب فيه. وعايز اقول لك حاجة يا كابتن مصطفى يا بتاع ان الاهلي هو اللي بيمشي المسائل وجمهور الاهلي قوي والحاجات دي، اللائحة اصلا اتغيرت علشان الزمالك. يعني ايه اتغيرت علشان الزمالك؟ انا لما يبقى عندي فريق لازم ينسحب له ماتش، كل موسمين لازم هينسحب ماتش، واجي اعمل لائحة جديدة واقول في اللائحة دي لو الفريق ما جاش لا الموضوع ممكن يبقى 3 نقط واسيبها عايمه، يعني ما وضحش حاجه. وانا عندي فريق واحد هو اللي عمال بينسحب الزمالك، يبقى انا لما اجي اغير اللائحه واخليها بدل 6 نقط 3 نقط والموضوع عايم ومش واضح، ابقى انا غيرته لمين؟ بالمخ. بس هي لبست في وشهم، لان سبحان الله في السنه اللي غيروا فيها اللائحه الاهلي هو اللي ما راحش، ورحنا للفيفا والفيفا قال لك زي ما انتوا 3 نقط مش 6 نقط. ولا علم ولا فهم ولا فكره ولا اي حاجه، حقد وسواد بس. استاذ لطفي، ليه الاهلي لما تزعل منه ما تشتغلش؟ اشمعنى الاهلي؟ الاهلي لما تزعل منه ما تشتغلش، احلى جمله قلتها. تعالى يا حنبله اقول لك دلوقتي لسته باسماء الناس اللي الاهلي غضبان عليها وجمهور الاهلي غضبان عليها واي حد بيشجع النادي الاهلي او معدي من قدام باب النادي الاهلي غضبان عليه وبيشتغلوا عادي. رضا عبد العال بيشتغل ولا لا؟ لسه امبارح كان طالع على تن مع اسلام صادق عادي. احمد دويدار شغال ولا مش شغال؟ شغال. عمرو الدردير شغال ولا مش شغال؟ شغال. قناه الزمالك دي كلها اصلا باللي فيها يعني بالمذيعين بقى بالمحررين بكله شغالين عادي، بل بالعكس قناه الزمالك دي اصلا الطبيعي ان كل اسبوع او كل يوم مذيع يتوقف نتيجه لان هم اصلا بيعتمدوا على فكره المكايده والتلقيح على النادي الاهلي. شغالين عادي جدا. استنى يا معلم، ده انا في قصه راحت عن بالي. انت عارف يا كابتن مصطفى ان قناه MBC مصر بتاعت ابراهيم فايق لما الزمالك كسب الدوري، الجماعه بتوع الزمالك اللي هم الشابوني وشيكابالا وجو والناس دول طلعوا قعدوا يرقصوا ويقولوا هنولع نار في ارضكم. حد من دول حصل له حاجه؟ كملين عادي جدا صح. الكابتن مجدي عبد الغني مش مغضوب عليه برضو؟ شغال ولا مش شغال؟ ده شغال في حاجتين، شغال في قناه اسمها الشمس وشغال مع مدحت شلبي في MBC مصر بيطلع معاه ضيف دائم. جمال عبد الحميد ما هو بيشتغل برضو عادي، بيطلع في وكان بيطلع قبل كده في MBC مصر عادي. منير عبد الهادي بتاع حمزه علاء، حمزه عبد الكريم، ايه حمزه عبد الكريم يعني راح برشلونه ايه يعني. وعايز اقول لك بقى التقيله، طلع امبارح يتريق وهو بيتكلم عن حمزه عبد الكريم، منتهى الاهانه والسخف والسخريه. بيقول لك اهو يا جماعه انا بتكلم على حمزه عبد الكريم، مغضوب عليه ولا مش مغضوب عليه يا كابتن مصطفى؟ بيشتغل عادي. طب مين اللي بالقمه منهم الثلاث بالتاريخ بالوضع الحالي؟ مين هلا انا في رايي انا الزمالك. الان الزمالك برغم اللي هم فيه متبوئين افريقيا ودوري مصري. في خرابه ولا الوزاره متبوع فيها بقى. مصطفى محمد لو في النادي الاهلي كان زمان حاطط راجل على رجلي في المنتخب. يا جماعه والنبي يا جماعه يا بتوع قناه الزمالك، على فكره الحلقه دي عباره عن نداء من مصطفى يونس، شغلوني معاكم في قناه الزمالك والنبي، انا حلو اهو. تاني برضو نقعد نجيب نفس الجمل اللي بتتردد على السوشيال ميديا ونعيدها ونقولها من غير ما نفهم اي حاجه. هنقولها مصطفى محمد ما راحش منتخب مصر علشان مصطفى محمد تطاول على الكابتن حسام حسن، ومره تانية كان بيبدله ومرضاش يطلع
الموضوع، فالكابتن حسام حسن عشان كده ما جابش معاه مصطفى محمد. مش عشان الاهلي فوض مصطفى 14 مره ومصطفى رفض الاهلي 16 مره. وانا مستني قريبا اعلان الكابتن مصطفى يونس مذيعا او ممكن يكون ضيف في قناه نادي الزمالك. ليه لا؟ محمد ناجي جده اللي اكتشفه شحاته ايوه وقع على الزمالك او اتفق مع وقع على بياض. ما انا قلت لك بعدين راح الاهلي. بقول لك احنا الاقوى. مين الاقوى؟ احنا. سريعا بقى عشان اختم معاك يا معلم بموضوع ناجي جدو. قال لك احنا الاقوى. طيب تعالى يا بتاع احنا الاقوى، علشان زي ما دايما بقول ان الجهل مش عيب. موضوع محمد ناجي جدو قبل كاس الامم الافريقيه سنه 2010 كان ناجي جدو لاعب في الاتحاد السكندري، وحصل مفاوضات بين نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، وكان مين ساعتها ماسك نادي الزمالك؟ حسام حسن. وطلع نادي الزمالك وقال ان جدو مضى، في حين ان جدو طلع وقال انا ما مضيتش، انا وافقت، اديت يعني ايه موافقه شفهيه، بس لو سمحت لو هيحصل اي حاجه يبقى بشكل رسمي عن طريق نادي الاتحاد السكندري. وطبعا اتلعبت الامم الافريقيه وتالق محمد ناجي جدو طبعا زي ما احنا كلنا فاكرين البديل الذهبي، وكسبت مصر البطوله. النادي الاهلي دخل على الخط ووقع مع اللاعب، واللاعب انتقل بشكل رسمي للنادي الاهلي ب7 مليون جنيه وبعض الاعارات، والزمالك اصر على موقفه وان محمد ناجي جدو ماضلنا. عارف بقى يا معلم ايه اللي حصل ساعتها؟ محمد ناجي جدو تقدم ببلاغات. عارف بلاغات بايه وضد مين؟ ضد حازم امام ووليد بدر وعلاء مقلد، والتهمه التزوير. تم استدعاء مسؤولين في نادي الزمالك لسماع اقوالهم في القضيه، وبعد ما جدو اتضغط عليه من قبل مسؤولين النادي الاهلي بقياده حسن حمدي تنازل عن البلاغات. ليه؟ علشان ما نشوفش رموز لنادي الزمالك بيتم التحقيق معاها، ووارد جدا جدا يكون في حكم قضائي. زي بالظبط يا كابتن مصطفى ما إدارة النادي الأهلي تنازلت من 6 شهور عن تصعيد الأمور معاك بشكل قانوني للأسف. حتى لو الخطيب هو اللي نزل انا مش لو اي حد نزل الخطيب مش هنتخب الخطيب. بص البني ادم موقف. لما الخطيب اترشح رسمي فانا بعلنها علانيه انا مع محمود الخطيب. لما اخد 1,100,000 في السنه ولا اخد 10 مليون جنيه في السنه؟ ده انا بيع ابويا وامي ما باعش النادي الاهلي. في النهايه بقى يا معلم ما تنسانيش باللايك، وقول لي رايك ايه في التعليقات على هذا الحوار للكابتن مصطفى يونس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنرد على المجره الزملكاويه او بعض من ابناء النادي الاهلي اللي ضلوا الطريق. سلام.